ولد عنده 6 سنين بس. بص كده بس على نموذج لجسم الإنسان، وبعدها رسمه على الحيطة بدقة رهيبة. حتى الدكاترة الكبار اتحرجوا قدام موهبته. بس الطفل المعجزة ده اللي اسمه ديفيد كان ممكن يعدي من غير ما حد يلاحظ عبقريته، لحد اليوم اللي حصلت فيه حادثة قدامه. يفطة كبيرة وقعت على ولد صغير. دكتور معدي جري يساعد، لكن ديفيد لاحظ ان الطريقة اللي بيتصرف بيها الدكتور غلط وممكن تضر الولد بدل ما تنقذه. قام ديفيد وعدل بلطف وضع ايد الدكتور، وفجأة الولد رجع يتنفس. بس الأزمة ما خلصتش. ديفيد بسرعة لاحظ إن في شظايا دخلت صدر الولد، ومن مجرد نظرة قدر يتخيل شكل التلف اللي حصل للرئة، وفكر بسرعة في طريقة إسعاف مؤقتة. جري على الأمن علشان يستعير منهم سكينة، لكن اتعامل على إنه بيعمل شغب. ولما ما عرفش يشرح كفاية خطف كتر سكينة متعددة الاستخدامات وجري. فالأمن فعلوا البروتوكول الطارئ، وبعد كام خطوة وقعوه على الأرض. لحسن الحظ أم الولد كانت موجودة وشرحت الموقف، والدنيا كانت مستعجلة. ديفيد بدأ الإسعاف بأدوات بسيطة جدا. صنع صمام اتجاه واحد وبدأ عملية طارئة بالكتر. الناس اتجمعت تتفرج وابتدوا يصوروا اللي بيحصل. وبعد ما ركب أنبوب التصريف في صدر الولد بدأ يتنفس طبيعي. واللي عمله ديفيد أنقذ حياة الولد لحد ما وصل المستشفى.